المجموعة العاشرة مدينة كانساس في هذا المنظر الجميل في مواجهة عربية إن شاء الله نفرح من خلالها. الجزائر النمسا تأتيكم هذه المواجهة غدا الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. بإمكانكم تعليق الزملاء، تعليق الزميل حبيب الدراجي على ماكس 1 وتعليق باللغة الإنجليزية على ماكس 6. إذن نصفك الآخر جزائري يا جليل. بالحقيقة لذلك سيكون أول من يقف مع هذا المنتخب لكي يصعد ليس الجزائريين وإنما كل العرب، لأن فريق له ماضي جيد وهو مجموعة محترمة. أكيد سنسعد إن شاء الله غدا بالتأهل المنتخب الجزائري. الجزائر في مواجهة ليس سهلة، لكن إن شاء الله عودونا أن كلما زادت الطموحات ظهرت الجزائر. ثقتنا فيهم كبيرة. الحقيقة المباراة فيها حيكون فيها ندية كبيرة جدا، تقارب المستويات ما بين المنتخب النمساوي والمنتخب الجزائري. مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة، لذلك أتمنى أن يتحلى لاعبي المنتخب الجزائري بالتركيز الكامل لتخطي هذه العقبة المهمة جدا ومواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية، لأن المنتخب الجزائري الوجه اللي ظهر به حتى الآن سواء في التحضيرات للبطولة أو حتى في مباريات البطولة بتقول أن المنتخب الجزائري قادر على الذهاب بعيدا. أتمنى من رفاق رياض محرز أن هم يفرحونا ويقدموا المستوى والنتيجة المطلوبة. تتمنى من النجم الأسطوري رياض محرز، وأنا أتمنى منك إلى الجماهير الجزائرية ماذا قالت، ماذا توقعت، ماذا عبرت. نتابع. نربحوا نمسا إن شاء الله، باش ما نساوش تاع 82 تاعنا واش داروا فينا، ونروحوا مع اسبانيا نقدروا نربحوهم نورمال عادي باذن الرحمن ان شاء الله. فيها خير ان شاء الله. 2-1 ان شاء الله. لا خلاص اللي فات مات واللي راح. يفكروا طبعا اكيد في المباراه اللي جايه ويعطوا احسن ما عندهم. وجود لك 1 2 3 فيفا الجيري. نحن نفكروا في مباراه النمسا، نحن ننتظروها لمده من 82 حتى العام هذا، والله سبحانه وتعالى لو طيحنا فيهم باذن الله نفوزوا 3-0. اتوقع ان الماتش بتاع الجزائر هيبقى سهل بالنسبه لهم، وان شاء الله هيكسبوا سكور 3-1 ان شاء الله. تفرجت في المباراه الاخرانيه وربحوا بطبيعه الحال، وان شاء الله يا ربي اكيد باش يعاودوا يربحوا المره هذه. المنتخب الجزائري عنده حتميه الفوز ضد المنتخب النمسا، هو منتخب ليس بالعتيد صحيح، وفي شق من الجماهير يرجع الى الزمن الوراء الى 82 وتلك بين ظفرين المهزله والفضيحه صحيح بعنوان الفأر الكروي. وهناك شق آخر يقول لما لا مركز ثالث والابتعاد على إسبانيا. بين هذا وذاك حظ أوفر للمنتخب الجزائري. أبرز ما جاء في مواجهة أخرى انتصرت فرنسا من خلالها على النرويج انتصارا كبيرا مستحقا، وكذلك عبرت أنها واحدة من أبرز المرشحين في هذه النسخة المونديالية. نتابع. تأهل بإمتاع وإغناء وبالعلامة الكاملة. فرنسا بالعلامة الكاملة قدمت نفسها بأجمل صورة بإبداع. مباراة في دور المجموعات لمبابي، ومباراة لأوليس، ومباراة الأمس لكيليان في صناعة، لكن ديمبلي من تألق وسجل الهاتريك المستحق في أهداف والأروع. مشاري هي مباراة عثمان ديمبلي، واللي قبلها كان مباراة كيليان مبابي، وتجي عليك فترات تلقى مباراة ديزيري دوي، مباراة باركولا، مباراة أوليشي. هذا السبب أنا قلت لك من البداية لماذا أرشح فرنسا، لأن فرنسا عندها اليوم خامات فنية هجومية على أعلى مستوى. ثاني أسرع هاتريك في تاريخ كأس العالم. الأسرع كان للاعب النمسا، بس هذا يعني قبل 1954. يمكن هذا ثالث هاتريك للمنتخب الفرنسي في كأس العالم بعد الراحل جوست فونتين، اللي لحد الآن يظل هو أكبر هداف في تاريخ كأس العالم، يذكره زميلي مساعد لنا. من صاحب الهاتريك الثاني؟ 1908. من صاحب الهاتريك الثاني؟ ديمبلي. كيليان مبابي في نهاية كأس العالم النسخة الماضية. نعم. ركز الذاكرة الحين هو طلع التركيز هني. عندك ملاحظة. تفضل. احنا ما صدقنا انه هدى مساعد، خليه يكمل. اكمل واعطيك النقطة. لكن انا احيي القرار اللي خذاه مدرب النرويج. صحيح ان النرويج وفرنسا وصلوا لهذه المباراة، وصلوا لهذه المباراة وعندهم 6 نقاط، وبالتالي الصدارة مضمونة لأي واحد فيهم. لكن مدرب النرويج قال مع نفسه لماذا أدفع بالأساسيين وأنا عارف أني خسر المباراة. هذه هي النقطة اللي أنا أعطيتك التمرير. كأس العالم ماراثون طويل، ومدرب النرويج قدم مثال حي لمن يريد المنافسة بحق. جلس 8 لاعبين والأبرز، ولعب بالمجموعة الثانية وأعطاهم الثقة، وكانوا ند في الحقيقة في كثير من الفترات. صحيح. وكان ممكن يرجعوا في المباراة كمان لو فازوا بضربة الجزاء. صحيح. نعم. بنفس التوقيت من مدينة كانساس إلى مدينة دالاس
مدينة دالاس بنفس المواجهة في هذا المنظر الجميل لهذا الملعب الذي سيحتضن مواجهة لحامل اللقب الأرجنتين. ما يهمنا أن يكون خروج مشرف إن شاء الله بأداء مميز للأردن للنشامة بنفس التوقيت 5 صباحا غدا. الأرجنتين تأتيكم بتعليق الزميل حسن العيدروس على ماكس 2 وباللغة الإنجليزية على ماكس 5. إذن الجزائر في مواجهة نفس المجموعة تنتظر، والأردن كذلك أمام حاملة اللقب. لا أعتقد أن مباراة الأرجنتين والأردن تشكل قيمة للمجموعة، يعني لأنه الأمور محسومة. نعم. أولها أن الأرجنتين ضمن مكانته الأولى. المنتخب الأردني لغاية الأسف بخسارته أمام الجزائر فقد كل الحظوظ في التأهل. نعم. وبالتالي تبقى مباراة لكتابة التاريخ. أنت تقول ليس مهم، شوف الجماهير الأرجنتينية طبعا الأرجنتين أنا يهمنا أن الجزائر تتأهل والأردن تخرج بأداء مميز، هذا هو اللي تسجل تحقق نتيجة إيجابية. يمكن المعلومة اللي وصلت أن سكالوني قال على أن ميسي سيجلس على دكة البدلاء. ميسي الهداف ل5 أهداف الأرجنتين هو اللي سجلها كاملة. توقع كل مباراتين؟ لا، الأرجنتين تكسب والجزائر تعبر إن شاء الله. الجزائر تعبر وتكون ثالث منتخب عربي إن شاء الله. نعم جليل، مباراتين أكيد يعني حظوظ الأرجنتين توقع كأس العالم نعم تكون أفضل، وأيضا المنتخب الجزائري سيكشف عن وجه الحقيقي. نعم الجزائر تفوز. ايوه، والاردن صعبه رغم انه توقعت انه بيلعب بالصف الثاني بجانب الارجنتين. نعم، وهذا صعب بالنسبه. نعم. فرق 2 في المباراتين للجزائر والارجنتين. ليش؟ فرق 2 الفوز هيبقى بفرق 2 يعني 2-0 يعني 3-1 فرق 2 المنو للارجنتين 16. ما فهمته، هذه ما فهمتها يا طيب. يعني هو يتوقع فوز الارجنتين هدفين لكل فريق. انا ظنيت على انه يعمل حجايه. لا فرق 2 في المباراتين. فرق 2 فرق 2 في المباراتين. انا تصورت قلت الجماهير نعيش الجماهير لان النقاش مستمر. الجماهير الارجنتينيه ممتعه. وصلنا معكم إلى ختام الكلمة الأخيرة. شكرا بدر الدين إدريس، شكرا جليل، شكرا مساعد، وشكرا صابر، والشكر دائما لكم أنتم مشاهدين المتابعين بين سبورت على هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في الكلمة الأخيرة. إلى اللقاء.